يخرجوا له يقولوا راك رايح يبغوا يحاربوا. الاخر ذكي قال له هذه المرأة كلها قفلة قدك تتحكم فيها، نحل ننزل كما يقولوا الشرقيين السكينة تطفى العمارة كلها. شفت كيف؟ هكذاك احنا الاوروبيين دارونا، هكذاك دارونا الفرنسيين هنا في المغرب العربي شمال افريقيا والانجليز وغيره في الهند وفي الشرق الاوسط وهولندا وغيرها والبرتغال في اندونيسيا وفي ماليزيا وفي دول شرق اسيا. قالوا هؤلاء الناس عندهم العقيدة فقط، باش انتم تحاربوا كل دولة واحدة ما تنجموش، خربوا العقيدة كل شيء سهل. لأن يا إخواني شوفوا القضية هذه في حساب تنجموا تفهموها غير بالحساب. لما يلتقى مشرك مع كتابي واحد، انتم راكم عايشين كما الحجر كبير بالكم صغر مالك ما لحقوش، كما جرمان وبورجو اللي كانوا هنايا كي يعثر يقول بون ديو صح ولا ماشي صح؟ والربي مليح ربي كبير. والعربي في ذاك الوقت ايش يقول؟ ها سيدي عبد القادر هكذا كان يقول. نعم شفت كيف؟ ونهار الحد هاو الاخ عنده خبر وهاو جارنا رومي يقولوا له لابورد نهار الحد يركب 403 جديده الصفرة ويدير بنته قدامه رهيبه ويلبس لك مليح ويروح يصلي. وخاوتنا نهار الجمعه داخلين في الشراب بالله. تسألوا كيفاش داخلين في الشراب؟ نقولها لكم. داخلين في ليكيفات تاع النصارى ينظفوهم من العام للعام. لما يلحق الشراب الجديد راح الشراب القديم، يجي الشراب الجديد حاشاكم، يجوا ليكيفات هذوك راه اللي ما يعرفش ليكيفات مازالوا نقابات تاع النصارى ثم يروح يشوفهم. وكانوا ساكن بالك كاش جنود هنايا كانوا يدخلوهم طبعهم فرنسا بالكلاب بالشيالو والمطرق حتى يدخل في باب الكيفات قدام تحديد ويغلق عليه. ولما يجي 40 يوم ولا شهر ويخرجوه يخرج مسكين شاد في عينيه يعمى عمره ما شاف الضوء، يريح شهر شهرين ما يشوفش الضوء هو داخل الكيفات. لما يجي الشراب حاشاكم الجديد هذاك والشراب القديم راح تكون الرتيلة سدات والغبرة دخلت في هذوك الخوابي تاع الشراب. يجيبوا خاوتنا المسلمين يدخلوا لداخل بالمصطلحة والمكنسة والماء وراه يضرب للفوق والماء راه الشراب حاشاكم جاي عليك من فوق. شفت كيف؟ نهار الجمعة وقتها بدينا نريحوا بالجمعة 71 كنا بكري نريحوا بالحد النصارى يستفادوا منه يروحوا يصلوا. احنا نهار الجمعة داخلين في البونداج. شفت كيف؟ داخلين في الشراب. يعني هذا المؤمن فينا اللي موش عاصي، اما المشرك اللي راه سيدي عبد القادر والكروش المرابطة وماناش عارفين هذيك كملت. اذا احنا قضية نحسبوها بالحساب. هنا عندنا مشرك وهنا عندنا كتابي. فهمتم؟ ان فرنسا جلست 130 سنة هنا ماشي باللعب، جلست بتدبير شيطاني. شفت كيف؟ يلتقى الرومي اللي يقول البونديو يقول لك ربي موجود، ويلتقى العربي الجزائري مسكين اللي كان يقولها سيدي مبارك ولا لا سيدي عكاشة، وكانوا يمشوا ويديروا الوعادي والزرادي ويمشوا في وسط الطرق ويديروا فرد كبير معلم بكذا والبندير يمشي والنصارى يطلهم الباطمات ويرموا لهم في الدوارة. واحد سابق في فتاعو يلايم. الكبار راهم شافوا والصغار نقول لهم التاريخ تاعنا كيفاش كان فرنسا تلعب علينا. شفت كيف؟ يمشوا وراهم يلايموا في الدرام والنصارى يرموا لهم حتى وين رايحين؟ قال السيد مبارك. يلحقوا ثم ينذبح هذاك الثور ويطيبوه ويقعدوا 7 أيام و7 ليالي والبندير يخبط وتلاه ليه وربي ها وفرنسا زيد تساعدهم. شفت كيف؟ كان هنا في الغرب هذا سيدهم عابد اللي كانوا يغنوا به في العراس، لما تلحق الموسم نتاعو خرجوا في جريدة سيدهم عابد او الحق الوقت تاعو واش يسموها سكة الحديد كانت تدي ب4 دورو يقولوا ولا في 2 دورو ولا كانت تدي 2 دورو ولا في دورو ينشروها ويكتبوها بالتباشير في القطار اللي يبغى يركب راه ولا تدورو تشجيع. شفت كيف؟
وراه كل شيء ثم خلص 7 أيام و7 ليالي هما في الغرب، ويروحوا ثمايا الجوفرنور تاع فرنسا داير له الكرسي تاعو وحده، والمير والقايد والباشا والباشاقه وفلان وفلان، وقاعدين كل فسق تعرفوا على وجه الارض تلقاه ثمايا في هذاك الموسم تاع سيد المعابد. احنا نفكروا فرنسا على تعاون هذا. انت لما جت تبني مدرسه، لما جت جمعيه العلماء المسلمين جت تبني مدارس في انحاء الجزائر، عرقلتها فرنسا وقالت غير هذه ما تكونش، راكم بانين الزوي يكفوكم الزوي. قالوا لا احنا ما نستعرفوش بالزوي. جمعيه العلماء قالت احنا ما نستعرفوش بالزوي، احنا نستعرفوا بالقران، نستعرفوا بمدارس تقرر القران كما فهموه الاولين. علاش فرنسا تعارض هذه وتعاون هذا؟ كانت نفسها اي شيخ بلديه، اي مير والميار كانت فرنسا تنقيهم، اللي راهم كبار راهم يعرفوا، كانت تنقيهم. يلزم يكون المير اللي يتحكم في منطقه معينه يلزم يكون من مواليد الجزائر اللي يقولوا عليها النصارى بينوار، يعرف العربيه كما تعرفها انت، ويعرف كل الفكاير اللي تعرفها انتيا، وكل حاجه يعرفها. شكون فيكم يعرف الشيخ يحيى رحمه الله؟ الشيخ يحيى معلم رحمه الله، نسيب سيد صادق وليدو راه خاطبا سيد صادق، كان من جمعيه العلماء رحمه الله، وقرر القران 50 سنه، عاش معنا في مكه 6 سنين. يعني هذا التاريخ كله راني نستقيه منه ومن جد هذا الله يرحمه ثاني حاج ولا بن طلحه كان من جمعيه العلماء. يعني تاريخ صحيح مش ماهوش مزور. هذا الشيخ يحيى هذا كان مره يدرس رحمه الله في الشبلي في مدرسه هناك، يعلم الناس التوحيد، يعلمهم العقيده الصحيحه، ويعلمهم كل شيء. مره في المسجد ثاني يدرس واحد ارماله سؤال، ما ادري الانسان ذاك على نيته، ما ادري الانسان هذاك بياع كما يقولوا حركي. قال له يا سيدي الشيخ اللي يعلق النياشين هو شعبي كما حنايا يصلي في الجامع ويعلق النياشين تاع الماريشال جوف ويعلق كذا، الحكم تاعو. قال له كافر، علق حاجه تاع فرنسا احنا ما عندنا الا مله الاسلام، كفر. المهم خرجوا راحوا، جات بدعاء للشيخ يحيى، راح للمير. شوفوا يا اخواني العباره اللي قالها له تتعجبوا فيها، هذه الكفره كيفاش كانوا يخططون. قالوا اسمع يا شيخ يحيى، علاش راك ديمونطي رصان الناس؟ راهي ديمونطي في رصان الناس باش يفهموا، خليهم نايمين، علاش راك تحرك لهم في رصانهم؟ قالوا واش درت انايا؟ قالوا انت فتيت لهم قلت لهم القرايه على الميت والثلث ايام وال40 يوم هذه كلها بدعه ما كاش منها وكذا، والصحابه ما داروهاش. قالوا واش دخلك في هذا الشيء هذا؟ قالوا واللي علق النياشين تاع المارشال جوف ولا المارشال بيتان ولا باللي كفر، واش دخلك في هذا الشيء هذا؟ قال له مشي وشكون؟ قال لك بدا يضحك الرومي، بدا يضحك ونظر هكذا. قال انا كي نظرت معه فاذا به معلق البرنوس تاعو، كان يلبسو برانس باش نشتميها، معلق البرنوس تاعو في وجهه عند الباب، نور الباب. صاحب البرنوس هذاك هو اللي جالس في الصف الاول، الرومي جالس في الصف الاول. سالوا تخرجوا انت شكون يعرف؟ يجي يسمع. قال له انايا تعرف صاحب البرنوس هذا؟ قال له نعرفه. قال له انت هو؟ قال له انت اللي كنت على اليمنى في الصف الاول هذا؟ قال له انا سمعتك بودني ما قال لي حتى واحد. وفعلا وداوه للحبس وتعذب وتمرت غير على هذيك الكلمه اللي قالها. باش تشوفوا فرنسا ما كانتش يعني ما جلستش 130 سنه بالنعاس، كانت تخطط لنا التخطيط تاع جهنمي تجوش تتصوروا. لما ردتنا احنا مخرفين ومشركين وراه داخلين في الشراب نهار الجمعه، قولوا لي بربكم ربي سبحانه غير على ناس كيما هادو. حنايا خلوا قضيه حسابيه كما قلت لكم، خلوا روحنا صريحين وعقلاء. لما يلتقى كتابي يعني راجل عنده كتاب يهودي ولا نصراني ويلتقى واحد مشرك، شكون مليح عند ربي؟ قولوا. يعطيكم الصحه، الحمد لله اللي فهمتوها. الكتابي ربي سبحانه جعل له نصوص في القرآن ومعاهدات غير معاهدات المشركين، أما المشركين لا ذم لهم.